أهلا بيكم في قناة قصص وروايات، مكان بنحكي فيه حكايات تدخل القلب وتفتح لك باب للتفكير والأمل. يلا بينا نبدأ قصتنا الجديدة. قصة حجر الساعة القديمة. كان يا مكان في بلدة صغيرة، كان في ساعة كبيرة قديمة متعلقة فوق برج عالي. الناس كل يوم يبصوا عليها، يجروا يلحقوا وقتهم، كل واحد فيهم عايش في سباق مستمر. لكن تحت الساعة دي كان في حجر صغير، لونه رمادي هادي، بيقعد في مكانه من سنين، بيسمع دقات الساعة وبيشوف الناس وهي بتجري كل يوم. الحجر كان دايما يقول في نفسه: يا ترى ليه كلهم بيجروا كده؟ مش ممكن حد يقف شوية ويتنفس؟ وفي يوم شاب كان بيجري عشان يلحق شغله، اتزحلق ووقع جنب الحجر، قعد يتنفس بصعوبة وفضل ماسك في الحجر كأنه آخر أمل ليه. وقتها الحجر حس بحاجة غريبة، كأن قلبه اتفتح وبص للشاب وقاله بصوت هادي في خياله: يا ابني، مش كل حاجة سباق، أوقات لازم تقف، تتنفس، تبص حواليك وتشوف الجمال اللي فاتك. وبص الشاب للسما وشاف العصافير، سمع صوت الهوا، حس بدقة قلبه وقال: معاك حق، عمري ما شفت الدنيا كده قبل كده. ومن اليوم ده الشاب قرر إنه يعيش ببطء، ياخد باله من لحظاته، من تفاصيل يومه، وما يعيش طول الوقت يلاحق عقارب الساعة. والحجر وقتها حس إنه مش بس حجر، لأ، حس إنه كان سبب في تغيير حياة حد، وإنه قدر يعلمه معنى حقيقي للحياة. العبرة: أوقات لازم تقف وتتنفس، مش كل حاجة في الدنيا سباق، اللحظة اللي بتقف فيها ممكن تكون هي اللي تغير حياتك كلها. لو عجبتك القصة ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قصصنا. شكرا ليكم ونشوفكم في قصة جديدة.